لكم عن مكونات الخلطة. سنحتاج السدر وهو المكون الرئيسي. بالنسبة لبنات المغرب بإمكانكم إيجاده عند العشاب تحت اسم السدر، وإذا وجدتموه أوراق اطحنوه حتى يصبح بودرة يميل لونها للأخضر أو الزيتي. نحتاج أيضا بصلة متوسطة الحجم وفصين من الثوم وزيت الزيتون وزيت الخروع. نضع الماء في قدر ثم نضعه على النار. نضع البصل المقطع إلى 4 قطع وفصين الثوم المقطعين في النصف. نترك المكونات تغلي لمدة 10 دقائق ثم نطفئ عليها النار ونضع فوقها غطاء ونتركها تبرد. نصفيها بحيث يبقى الماء فقط. أشير هنا إلى أنه يجب أن يبقى الماء فقط، لا يجب أن يدخل أحد مكونات مثلا البصل بقشورها في الماء، لأنها ستترك رائحة. سنحتاج فقط الماء. ما تيجي واحدة تقول لي أنه فيها رائحة، لأن الخلطة ليست فيها أي رائحة للثوم. إذا بقت رائحة ستكون رائحة السدر فقط. نضعه أي الماء فوق السدر، ونضع أيضا ملعقتين زيت زيتون وملعقتين زيت خروع. وإذا كان زيت الزيتون لا يناسبك بإمكانك تعويضه بزيت آخر كزيت السمسم أو زيت الجرجير. نخلط المكونات جيدا إلى أن يصبح الخليط متماسك. في الصورة هنا الخليط متماسك، ولكن يجب أن يكون سائلا أكثر، لذا أضفت إليه المزيد من ماء البصل والثوم. لم أصوره للأسف، ولكن يكون الخليط مائلا للسيلان. ونضع في فروتنا وشعرنا بهذه الفرشاة إن وجدت. إن لم توجد بإمكاننا وضعه بيدينا في الشعر. يترك لمدة 2 ساعات على الأقل، ثم نغسله بالشامبو المناسب. إذا لوحظ أن الشعر ناشف بعد الغسل بإمكانكم وضع كريم مرطب. النتائج تظهر بعد شهر من الاستعمال. يجب استعمال هذه الخلطة مرة في الأسبوع لنتائج مرئية. مرتين في الأسبوع لنتائج مرئية. وأخيرا شكرا لكم على المتابعة، وأرجو أن يكون فيديو قد فادكم. تابعوني دائما على قناة فيديو استفيدي. دمتم في رعاية الله.